بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. وصلى الله وسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أما بعد أيها المؤمنون، وصلنا إلى باب سماه الإمام مالك باب جامع النكاح، وهذا اللون من الأبواب هو خلاصة الباب أو استدراك على بعض الجزئيات والأمور التي لا بد من أن يذكرها الإمام، فجمعها في باب هو خلاصة الخلاصة، وهو كثيرا ما يذيل به كتبه، فكل كتاب ككتاب النكاح مثلا، وما فيه من أبواب باب كذا وباب كذا وباب كذا، ثم ينتهي بعد ذلك فيقول باب جامع، يعني أنه يعطينا خلاصة ما يريد أن يقول وبعض الأمور التي لا بد له أن يذكرها ولم يذكرها من قبل. فيقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو النص كما تسمعون، وهو أمر من النصوص التطبيقية، لأنه مما يؤثر في النكاح وخصوصا ليلة دخول الزوج على زوجته أنه يسن أن يصلي ركعتين وأن يضع يده على ناصيتها، وناصيتها يعني مقدمة الرأس هي الناصية، لا نسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. فالناصية إذن هي مقدمة الرأس، الفارق بين الوجه والرأس يسمى ناصية الشعر أو ناصية الرأس. فها هنا ذكرت هذه المسألة ذكرا أصبح أشبه ما يكون بالمتداول والمعلوم والمعروف عند الشباب وعند الناس جميعا أنه يستحب ذلك ويسن. فالمطلوب في مثل هذا النص أنه عند الزواج يؤخذ بناصية الزوجة العروس ليلة دخولها استحبابا، وليدعو بالبركة، والدعاء بالبركة هو دعاء لاستمطار عطاء الله. الله تعالى بركاته تتنزل بالليل والنهار والسر والإعلان وبطلب وبلا طلب، ولكن الله تعالى أمرنا أن ندعو الله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالله تعالى يلتفت إليك إذا دعوته، لأنه يريد من عبده أن يتوجه إليه بالدعاء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه
أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه وتعالى أشار لنا بأنه قريب منا. الله تعالى أقرب إليك مما تتصور، وإذا أنت أقبلت إليه أقبلت عليه أقبل عليك. من أتاني يمشي أتيته هرولا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. معنى أن الله سبحانه وتعالى يقبل عليك إذا أنت أقبلت عليه. وأحسن ما يقبل على الله تعالى به في كل الأحوال هو ذكر الله والدعاء. ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى هو أقرب القربات. والصالحون كانوا يقولون إنهم لا ينسون الله تعالى لحظة، وهذا مما يأسر ويشق. ذكرتك لأني نسيتك لحظة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. فذكر الله تعالى هو وسيلة القرب إليه. والذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات هم المقربون إلى الله، الذين ينالون الرضا وينالون العلا وينالون المقامات والمكانات والقربات من الله تعالى رب الأرض والسماوات. لهذا قال: يأخذ الرجل بناصية زوجته يضع يده على رأسها استحبابا ويدعو الله تعالى أن يبارك. ونحن في عقود الزواج ندعو الله تعالى: اللهم بارك لهما وبارك فيهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. هذه البركة هي التي تضمن الاستقرار، وتضمن السعادة، وتضمن الطمأنينة، وتضمن الهناء. وبالتالي الإنسان إذا حف بالبركات ابتدأ زواجه بالبركة، وطلب من الله تعالى أن يجعل البركة في ناصية زوجته، فإن الله تعالى يبارك له. وأنتم ترون أن صلاح الأبناء واستقرار الحال وطمأنينة البال وعدم زعزعة بيت الزوجية إنما هو من بركة الله التي طلبت في البداية. وإذا طلبت البركة مع وجود الحلال، مع العشرة الطيبة، مع الظن الحسن، مع خفض الجناح، كل ذلك يجمع ليكون لنا السعادة المطلوبة. السعادة هي الطمأنينة التي يريدها جميع الناس في جميع الملل والنحل. وفي كل الدنيا الناس إنما يتزوجون ليسعدوا ليطمئنوا، ولكن كثيرات هي البيوتات التي تفقد الطريق إلى السعادة ولا تجد لها سبيلا. وبالتالي فإنه يدعو الله تعالى: اللهم بارك لي فيها وبارك عليها. اللهم بارك لي، هذا النص الذي ورد عند الشراح: اللهم بارك لي فيها وبارك عليها. والبركة هذه دائما فيها عواقب خيرة وثمرات طيبة وحكمة رضية ونعمة تقية وهناء ومبرة ونعمة وحكمة يجدها الإنسان في تقلب الأيام، لأن الناس يحسبون أن الزمان يستقر على حال، هو لا يستقر. الناس حيارى في الزمان وتقلباته وفتنه ومحنه وإحنه، ولكن غلبة المؤمن فيه ببركة الله تعالى المنزلة عليه، كثرة قربه إلى الله ودعائه من الله أن ييسر له الحياة
وأن يجعل ما بينه وبين زوجته بردا وسلاما، وأن يهيئ له أسباب الهناء والطمأنينة والخيرية. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعيشون الحياة بمشاكلها وفتنها، ولكنهم يعيشونها بقلوب موصولة بالله وببركة الله. وهناك رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام ابن ماجه أن القائل يقول: اللهم إني أسألك خيرها. هذا نص أيضا موجود: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، فطرتها عليه وخلقتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذ الخير والشر جبلة، قد ينغرس في الإنسان خير فينتفع من حوله به، وقد ينغرس في الإنسان شر يربو عليه وينشأ عليه، فإذا به يكون شرا مستطيرا ويكون من حوله شقيا به. هؤلاء الذين جبلوا على الشر هم الذين يشقى بهم من حولهم، كما وقع للرجل الذي تزوج امرأة ذات خلق شرس. والخلق الشرس هو الخلق الذي لا يطمئن معه الحال في علاقة ولا عشرة، هذا هو الخلق الشرس. فالرجل كانت له امرأة شرسة فصبر عليها، وقيل له: لماذا لا تدعو الله تعالى أن يميتها أو أن تطلقها؟ فقال: أما الأمر الأول فلا أدعوه، لأنني لا أحب الأذى لمسلم ولا مسلمة. وأما الأمر الثاني فإنني إن طلقتها ابتلي بها غيري، فربما لا يستطيع أن يصبر كما صبرت. هذا أمر يعتبر في عرف الآداب والأخلاق، يعتبر من رقي الهمة ورقي النفسية، وأن الإنسان لا يريد الأذى للآخرين، لا يريد الأذى للآخرين. فلهذا قال: لا أصبر عليها، ومن صبر على سوء خلق زوجته كما قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه فإن الله تعالى سيعوضه في الدارين، يعوضه في الدارين هناء ومقاما في الآخرة يناله. ويوم القيامة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يوم القيامة ستنشأ المرأة نشأة أخرى وتكون زوجته، ولكن الله تعالى أعطى الحكم العام: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. حتى من بينك وبينه ضغينة في الدنيا يوم القيامة سيكون بينك وبينه هناء وسلام واطمئنان، لأن الله تعالى سينزع ما في القلوب من الخصومات والفتن والعداوات والمحن الموجودة في الدنيا، التي تكدر على الناس أحوالهم وتوتر علائقهم وتفسد تواصلهم في هذه الدنيا. يوم القيامة سيبرئ الله تعالى منها جميع عباده المؤمنين الذين يدخلون إلى الجنة، والذين لا يدخلون إلى الجنة سيكونون على عكس ذلك، لأنهم سيتلاومون وسيؤذي بعضهم بعضا، والأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون هؤلاء سيكونون في أحسن الحال، وسيكون الاطمئنان الذي لم يوجد في الدنيا موجودا في الآخرة، لأن الله تعالى جعل الآخرة بلا تنغيص ولا مفسدة في أي أمر من أمورها المعنوية أو المادية، فهي طمأنينة كاملة.
فلهذا تقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه.